على فرع تاسع عن ماما من الأسئلة مثل ما تلاحظون هذا الشكل هو ثماني منتظم. ثماني منتظم يعني شنو ماما معناتها ثماني منتظم؟ يعني يحتوي 8 أضلاع و8 رؤوس. شنو معناتها ثماني منتظم؟ معناتها يحتوي 8 أضلاع و8 رؤوس. زين شنو كان سؤالنا؟ جد قياس كل زاوية داخلية للمضلعات الآتية، يعني يريد كل زاوية هذا الزوايا كل وحدة من عندهن نريد نعرف ايش قد بيكون قياسها. نجي ماما وياي اول فقرة احنا لازم نعرف كلهن الزوايا ايش قد مجموعهن. نجي نكتب القانون نقول مجموع الزوايا الداخلية للمضلع الثماني هذا القانون وهو n ناقص 2 بين قوسين في 180. هذا ما انسى القانون ماماتي، هذا دائما اكتبه لانه عليه درجة كلش مهم. اجي اعوض بمكان الان ايش قد قلنا 8، نكتب 8 ناقص 2 بين قوسين في 180. نجي نقول 8 ناقص 2 6. 6 في 180 ايش قد يساوي لنا؟ نقول 6 في 0 0. 6 في 8 48. 8 تبقى 4. 6 في 1 6 و4 10. فطلع لنا الناتج 1080. هاي شنو هي 1080 درجة؟ مجموع الزوايا الداخلية لهذا الشكل، مجموع الزوايا الداخلية. زين هو ايش طلب من عندي بالسؤال؟ قال لي قياس كل زاوية. ايش طلب من عندي؟ قياس كل زاوية. في هيك حالة شو نسوي؟ ناخذ ال 1080 نقسمها على 8. نقسمها على 8 طبعا نقسمها بقسمة عمودية يطلع لنا الناتج 135. نروح على فرع عاشرا مثل ما ننتبه ماماتي. عاشرا نعطينا هذا الرسم ويقول لي تساعي منتظم. شنو معناته تساعي منتظم؟ معناته يحتوي على 9 أضلاع و9 رؤوس. 9 أضلاع و9 رؤوس. همين نفس المطلوب، يريد قياس كل زاوية بداخل هذا الشكل. زين أنا أول فقرة أطلع مجموع الزوايا الداخلية لهذا الشكل. قلنا شلون نطلعهن؟ مجموع قياسات الزوايا الداخلية للتساعي شو يساوي لي؟ n ناقص 2 بين قوسين في 180. مثل ما تلاحظون أول ما نكتب القانون نجي ماماتي نكتب القانون. كتبنا القانون قلنا n ناقص 2 بين قوسين في 180. عوضنا بمكان n 9 ناقص 2 بين قوسين في 180. نقول 9 ناقص 2 ايش قد؟ 7. 7 في 180. نجي نضربهن نقول 7 في 0 0. 7 في 8 56. نكتب 6 تبقى 5. 7 في 1 7 و5 12. فطلع لنا الناتج 1260. هاي شنو هو ماماتي 1260؟ هاي مجموع قياسات الزوايا الداخلية لهذا الشكل التساعي لهذا الشكل. زين هو ايش مطلوب من عندي بالسؤال؟ يريد قياس كل زاوية. قياس كل زاوية. بهيجي حالة ناخذ الرقم 1260 نقسمه على ايش قد؟ على 9. وهم مثل ما قلت لكم نسوي قسمة طويلة ويطلع لنا الناتج 140. هاي بالنسبة لهذا السؤال. نجي المطلوب الآخر ننتبه عليه. السؤال الآخر ماما هذين الأسئلة ترى مهمة وضرورية، انتبهوا عليها وانتبهوا على صيغة السؤال حتى تعرفون تحلون. السؤال يقول لي ما المضلع الذي مجموع زواياه الداخلية؟ ننتبه ماما هنا ايش نعطيني المضلع الزوايا الداخلية، مجموع الزوايا الداخلية نعطيني عددها. وش يريد من عندي المضلع شلون شكله؟ كم ضلع يحتوي؟ شنو اسمه؟ افتهمنا صيغة السؤال شو يريد المضلع شنو اسمه؟ كم ضلع يحتوي؟ وهو نعطيني الزوايا الداخلية. يعني شنو؟ يعني حلنا حيكون بعكس السؤال السابق. فنلاحظ ماماتي رقم 11 عندي 540. هاي شنو هي ال 540؟ هي مجموع قياس الزوايا الداخلية للمضلع. شلون اجي احل؟ انتبهوا هنا انا كاتبت لكم هنا مثل الملاحظات. هذا اني شنو ماما هذا اني كاتبت لكم اياها انا فقط حتى من تحلون تعرفون شنو هي خطوات الحل. النقطة الأولى نكتب القانون. الخطوة الأولى شنو هي؟ نكتب القانون. نيجي نكتب القانون ونقول 2 n ناقص 2. القانون نقول n ناقص 2 بين قوسين في 180. لاحظنا القانون شلون حيكون؟
n ناقص 2 بين قوسين في 180 تساوي 540. لاحظنا ايش سويت؟ يساوي، بعد اللي يساوي كتبت هذا المجموع اللي يعطيني اياه بالسؤال. زين، هاي اول خطوه، حرجع اعيدها مره ثانيه. الخطوه الاولى نكتب القانون. شلون نكتب القانون؟ نقول n ناقص 2 بين قوسين في 180. هاي احنا اللي تعارفنا عليه. يساوي، اكتب لي يساوي، بعد اللي يساوي اكتب الرقم اللي انطاني اياه بالسؤال. ايش قد انطاني هسه؟ 540. كتبت 540. الخطوة الثانية نقسم الطرفين على 180. شو نسوي الخطوة الثانية؟ نقسم الطرفين على 180. مثل ما تلاحظون جريت خط، أنا هنا خط الكسر وهنا جريت خط الكسر. هنا ايش كتبت؟ 180 وهنا ايش كتبنا همين؟ 180. نجي نختصر هاي 180 بهذا الطرف ويا ال 180 انحذفت. ايش قد بقى عندي؟ n ناقص 2 مثل ما تلاحظون كتبتها. زين، اجي على بعدها اللي يساوي نزلناها. نجي عندنا 540 نقسمها على 180. زين، شلون؟ الاصفار حذفتهم. ايش قد بقت عندي؟ 54 تقسيم 18. نقول على 18 بيها 1 وال54 ايش قد بيها؟ 3. فتلاحظون يساوي 3. حرجع اعيد لكم اياها الخطوه مره ثانيه ماما. احنا مو كتبنا القانون؟ هسه ايش حنسوي؟ نقسم الطرفين على 180. قلنا شو نسوي؟ نقسم الطرفين على 180. اجيت خليت خط الكسر هنا وهنا كتبت 180 وهنا كتبت 180. هذا الطرف انحذفت ال 180. وش بقى عندي؟ n ناقص 2 اكتبهم يساوي ننزلهن. نجي هنا 540 نقسمها على 180. شلون؟ عندنا اصفار، احذف الاصفار. ايش قد بقى؟ 54 تقسيم 18. اختصر على 18 بها 1 على 18 بها 3 ويساوي ما بعد اللي يساوي ايش قد اكتب؟ 3 مثل ما تلاحظون. هسه بعدها شو نسوي؟ نحط الان بجهه والاشياء المعلومه بجهه والمجهوله بجهه. فنخلي ان هنا ونحط يساوي، اكتب الثلاثه مباشره. هسه ححول الناقص 2 للطرف الاخر. من نحولها ايش تصبح؟ تصبح زائد، شو تصبح العلامه؟ زائد 2. فنكتب ان تساوي، نحسب 3 زائد 2 ايش قد؟ 5. ايش قد؟ 5. زين، اذا عندي ان عدد الاضلاع 5، عدد الاضلاع 5، اذا المضلع خماسي منتظم. شنو هو شكل المضلع؟ المضلع خماسي منتظم. ليش قلت خماسي؟ لانه يحتوي على 5 اضلاع. ليش؟ لانه يحتوي على 5 اضلاع. عندنا هسه ماما نروح على رقم 12. نلاحظ ناطيني هذا العدد وهو 1260، هو مجموع الزوايا الداخليه للمضلع ويريد اسم المضلع. زين، نجي قلنا اول خطوه شو نسوي؟ نكتب القانون. قلنا اول خطوه شو نسوي؟ نكتب القانون. نكتب القانون n ناقص 2 بين قوسين في 180. لاحظت ايش سويت؟ حرجع اعيدها وياكم. اقول n ناقص 2 بين قوسين في 180 يساوي، ننتبه ماما، يساوي هذا رقم انطاني اياه بالسؤال وهو 1260 مثل ما تلاحظوا. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقسم الطرفين على 180. شو نسوي؟ نقسم الطرفين على 180 مثل ما تلاحظون. جرينا خط هنا، خط الكسر، كتبت 180 بهذا المقام، 180 بهذا المقام. هذا الطرف انحذفت ال 180 ويا ال 180. ايش قد بقى عندنا؟ بقى عندنا n ناقص 2. ايش قد بقى عندنا؟ n ناقص 2. نكتبهن ماما فقط. نجي الطرف الاخر نكتب يساوي. نجي على الطرف الاخر شنو اللي عندنا؟ نحذف الاصفار. نجي يبقى لنا 126 نختصرها ويا ال 18. نقول على 18 بيها 1، على ال 18 بيها 1. نروح على 126 ايش قد بيها؟ 7. ايش قد عندنا؟ 7. نقول يساوي 7 مثل ما تلاحظون. هسه صارت عندنا المعادله n ناقص 2 تساوي ايش قد؟ 7. ايش قد تساوي لنا؟ 7.
مثل ما قلنا بالفقرة السؤال السابق، قلنا نخلي المجهول بجهة اللي هو n والمعلوم بجهة، فنخلي الn نكتب يساوي، نكتب السبعة اللي بعدها، نحول ناقص 2 نحولها لهذا الطرف ايش تصبح؟ زائد 2، ايش تصبح؟ زائد 2 مثل ما تلاحظوها. هسه نجي الخطوة الأخيرة نقول n تساوي، نجمعهن نقول 7 زائد 2 تساوي 9. 7 زائد 2 ايش قد تساوي لي؟ 9، فطلعت لي عدد الأضلاع ايش قد ماما؟ 9. إذا المضلع تساعي منتظم، إذا المضلع تساعي منتظم. يعني شنو معنات تساعي؟ يعني يحتوي على 9 أضلاع، يحتوي على 9 أضلاع. نروح على رقم 13 بنفس الفكرة في السؤال حتنحل. عندنا العدد 1620 وهو مجموع قياس الزوايا الداخلية للشكل، بس أنا ما أعرف الشكل شنو هو. نجي ماما ننتبه، أول فقرة نكتب القانون، أول فقرة شو نسوي؟ نكتب القانون، كتبنا n ناقص 2، شو نسوي ماما؟ نقول n ناقص 2 بين قوسين في 180. هذا القانون أنا اللي تعلمته جيت كتبته يساوي هذا الناتج وهو 1620، كتبتهم. هاي الخطوة الأولى نكتب القانون. الخطوة الثانية نقسم الطرفين على 180، نقسم الطرفين على 180 مثل ما تلاحظون جريت خطي هنا، جريت خطي هنا، كتبت على 180 وهاي 180، نيجي نختصر 180 على 180. ايش قد بقى عندنا؟ n ناقص 2، ايش قد بقى لي بهذا الطرف؟ n ناقص 2 مثل ما تلاحظون كتبتها يساوي، كتبناها. زين هسه شو نسوي؟ نجي هنا نختصر مثل ما تلاحظون الصفار حذفناها وحذفت 18 بيها 1 وال162 ايش قد بيها؟ 9، ايش قد بيها؟ 9، فحطيت ورا اللي يساوي ايش قد؟ 9، ايش قد كتبنا؟ 9. هسه نجي ماماتي نخلي المعلومة بجهة والمجهولة بجهة، نخلي المعلوم بجهة والمجهول بجهة، نخلي n بجهة نقول يساوي، نكتب 9 ننزلها كما هي، نحول الناقص 2 للطرف الآخر ايش تصبح؟ زائد 2، ايش تصبح؟ زائد 2. احنا تعودنا أي عدد نحوله بإشارة سالب للطرف الآخر يتحول إلى موجب. هسه بعدين نقول n تساوي، نجمع 9 زائد 2 ايش قد؟ 11، ايش قد يساوي لنا؟ 11. يعني شنو المضلع يحتوي على؟ المضلع يحتوي على 11 ضلع، يحتوي المضلع على 11 ضلع، فنكتب المضلع يحتوي على 11 ضلع منتظم، يحتوي على 11 ضلع منتظم. نجي ماما هسه على المطلوب الآخر من تأكد من فهمك. السؤال شو يقول لي؟ ما قياس الزاوية المركزية للمضلعات الآتية؟ ننتبه هنا ماما، احنا تعودنا بالأسئلة السابقة كل الأسئلة كانت تتعلق بمجموع الزوايا الداخلية للمضلعات. هسه شو نريد؟ الزاوية المركزية. ننتبه ماماتي، ايش راد من عندي هنا بالسؤال؟ الزاوية المركزية. أنا لازم انتبه للسؤال، إذا ما انتبه للسؤال ترى الحل يكون خطأ، انتبهوا. فهنا شو يقول لي؟ الزاوية المركزية. زين شنو قانونها؟ شنو قانون الزاوية المركزية؟ القانون كان 360 على n. طبعا القانون كلش سهل، شو يقول لي؟ 360 على n، وn هي عدد الأضلاع، n شنو هي؟ عدد الأضلاع. هسه نبدي نجي نحل ماما أنا وأنتو. أروح على فرع 14 يقول لي 14 يقول لي خماسي منتظم. ايش قال لي؟ خماسي منتظم، معنات n هي عدد الأضلاع، يعني ايش قد n حتكون؟ عدد الأضلاع ايش قد عندي؟ 5. ايش قد ماما عندي عدد الأضلاع؟ 5. فنجي نكتب القانون، يريد الزاوية ايش قد تكون بالشكل الخماسي المنتظم، ايش قد يكون قياسها؟ اكتب القانون يساوي 360 على n. نرجع نعوض 360 تكتب كما هي، عدد الأضلاع n قلنا 5. نجي نقسم هسه ال 360 على 5 نقسمهم، الناتج ايش قد حيكون؟ 72. ايش قد حيكون؟ 72 درجة هو قياس الزاوية المركزية. شنو ماما؟ قياس الزاوية المركزية بالشكل الخماسي المنتظم. نروح على الفرع اللي بعد ال 15. المطلوب شنو؟ ثماني منتظم. شنو قال لي؟
ثماني منتظم، ويريد قياس الزاوية المركزية. أول فقرة أكتب القانون شو يكون عندي 360 على n، أجي أعوض بمكان n شقد أكتب 8، شقد أكتب 8. هسه نقسم 360 على 8 وكان الناتج شقد 45 درجة هو قياس الزاوية المركزية. شنو هذا؟ قياس الزاوية المركزية. نروح على آخر فرع من السؤال اليوم وهو فرع 16. يقول لي عشاري منتظم. شنو عشاري منتظم؟ شنو معنات عشاري منتظم؟ معنات الشكل عندي عدد أضلاع يساوي لي 10. كم ضلع؟ 10. مثل ما عرفنا من نكتب الزاوية المركزية شنو قانونها؟ يساوي 360 على n. شنو هو القانون؟ 360 على n. نجي نعوض نكتب 360 n شقد؟ قلنا 10. شقد؟ 10. نحذف الأصفار نختصرهن، الأصفار حذفناهن. شقد يبقى عندنا 36. شقد تبقى 36 درجة هو قياس الزاوية المركزية. قياس الزاوية المركزية للشكل عشاري منتظم. للشكل عشاري منتظم. ماما المطلوب من عندكم هاي الأسئلة اللي حليناها اليوم من موضوع تأكد من فهمك، أريد كلها تكتبوها بالدفتر الرياضيات. هاي النقطة الأولى. ثاني فقرة تحفظوا لي كل القوانين اللي قريناها واللي كتبناها. وثالث فقرة انتبهوا على الأمثلة والأسئلة اللي شرحناها، وترى مهمة جدا جدا، أريد شوي تنتبهون عليها. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم وشكرا.